بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن زراعة وإنتاج مشاتل البصل شتلة وبذور. زراعة البذور للبصل في المشتل في شهر سبتمبر أكتوبر اللي هو 15/9 سبتمبر إلى 15/10 اللي هو أكتوبر، ويبقى في المشتل لمدة المشتل طبعا من 2 إلى 3 شهور. أرض المشتل تفضل أن تكون في أحواض، في أرض سمراء أو سوداء أو أرض طينية جيدة الصرف والتهوية. الزراعة في أراضي مستديمة من 15/12 اللي هو ديسمبر إلى 15/1 اللي هو يناير، ويتم الحصاد بعد 6 شهور من الزراعة في الأراضي المستديمة، اللي هو بيكون في شهر 2 اللي هو في شهر 6 و7 لا يونيو يوليو من كل عام. ويؤخذ البصل إنتاج ويخزن في أكوام، حيث يتم في شهر سبتمبر اللي شهر 9، ويغطى بقش الأرز مع الفرز الجيد، ويؤخذ منه حبوب أو التقاوي أو البصل الذهبي الأصفر أو الأحمر الإيطالي، وتؤخذ البصلة الدائرية وفرزها للزراعة، ثم أخذها للزراعة في شهر 15/9 اللي هو ديسمبر سبتمبر حتى 15/10 اللي هو أكتوبر. سليم؟ طيب، ويزرع البصل في المشتل لإنتاج البذور من البصل، الجنار لحبوب، ثم التجهيز. البذور لمدة 1 شهر، ثم تؤخذ للزراعة البزق لإنتاج الشتلات البزق، ويزرع البصل مع البذور. يزرع البصل الكبير أو المخزن مع البذور في وقت من 15/9 اللي هو سبتمبر حتى 15/10 اللي هو أكتوبر. البصل ينتج البذور اللي هو الجنار، أما البذور تنتج الشتلات وهي البزق. سليم؟ في المشتل يتم الزراعة بعد 3 شهور في المشتل إلى الأراضي المستديمة، تنقل إلى الأراضي المستديمة في 15/12 إلى 15/1 اللي هو ديسمبر يناير. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.